والمبادرة الوطنية لتنمية البشرية بإقليم طرفي مشاريع وأوراش وبرامج مكثفة. شهد الإقليم ضمن تدخلات برامج المبادرة لامست مختلف المجالات والميادين للنهوض بمستوى الفاعلين والمستفيدين من هذه البرامج والتدخلات. المزيد مع الغالي الكوارا وأبو جمع الزاوي. يشهد إقليم طرفايا حركية تنموية لافتة بفضل مرحلة تدخل المبادرة الوطنية لتنمية البشرية وإطلاقها ل 210 مشروعا باستثمار إجمالي قدره 42 مليون درهم، حيث بلغت نسبة مساهمة المبادرة 70% من هذا الغلاف المالي، في إشارة واضحة إلى التزامها الراسخ بتحقيق العدالة المجالية وتعزيز التنمية المحلية. وتركزت هذه المشاريع على تدارك الخصاص في البنيات التحتية الأساسية خاصة في مجال الطرق، مما ساهم في تحسين ربط المناطق النائية وتعزيز سهولة التنقل داخل الإقليم. هذه المرحلة الثالثة شهدت المبادرة منهجية جديدة، وذلك بالاستثمار في الرأس مال البشري، بحيث عرفت هندسة كذلك جديدة. وفي إقليم طرفايا تم إنجاز مجموعة من المشاريع قاربت 210 مشاريع بقيمة مالية قدرت ب 42 مليون درهم، مثلت فيها مساهمة المبادرة 70%. أما بالنسبة للمشاريع التي تم إنجازها في البرنامج الأول، وهو برنامج تدارك الخصاص فيما يخص البنية التحتية، فقد تم إنجاز مجموعة من الطرق والتي ساهمت في تسيير الولوج إلى المؤسسات التعليمية. ولم تقتصر المبادرة على البنيات التحتية فحسب، بل أولت اهتماما بالغا لمحاربة الهشاشة والتهميش من خلال إنجاز مشاريع ذات بعد إنساني عميق، على رأسها مركز تصفية الدم الذي مثل شريان أمل للعديد من المرضى الذين كانوا يعانون في صمت. ما يخص البرنامج الذي يعنى بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، فقد تم تمويل مجموعة من المشاريع تخص ريادة الأعمال وتخص الاقتصاد الاجتماعي. أما البرنامج الرابع والمهم وهو برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، فقد تم تعميم التعليم الأولي في إقليم طرفايا بإنجاز 16 وحدة تعليمية، يعني وتم استفادة ما يقرب من 1425 طفل في هذه المرحلة. كما تم كذلك استفادة مجموعة من النساء الحوامل والأطفال ودعم النساء الحوامل في هذا البرنامج. قبضت الدعم الحمد لله واستفدت وبنيت عدة الكيوسك مسمكة ونشروا الحوت من عند البحارة ونصيدوا الأسماك الطرية ونديروا التوصيل للمدن المجاورة، وكاين الضوء والثلج والحوت طري تبارك الله. ونشكر السلطات على الدعم وعلى المساعدة، وإن شاء الله نتمنوا قدام بزاف الجاي إن شاء الله الخير، ونطوروا المشروع ونديروا توسيع. واحد المشروع هو جاء في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يعني كانت يعني بواحد الافكار ديال مجموعه من الشباب باش يخلقوا واحد دار البحار اللي كتوفر مجموعه من الخدمات لا للبحار ولا للسكينه، يعني اللي كتوفر واحد يعني وجبات اللي هي الحمد لله بحريه طاريه في عين المكان. يعني الحوت احنا عندنا واحد الفكره ان الحوت كيجي من المارشي يجي طاري ويطيب باش تكون عنده واحد يعني إشعاع للمدينة وإشعاع للشباب. وننصحوا الشباب الحمد لله باش يوضعوا ملفاتهم في هذا إطار المبادرة الوطنية للبشرية للتنمية البشرية، باش يكونوا فرص مدرين للدخل، ونكونوا حتى احنا يعني الإنسان يحقق واحد الحلم اللي كان كي يسعى له في إطار يعني واحد الدخل اللي هو يعود مرضي. الشباب قطيرة مستقبل إقليم طرفايا، حيث أولت المبادرة أهمية خاصة لتمكينهم اقتصاديا من خلال دعم مشاريع تحسن الدخل والإدماج الاقتصادي، حيث تم تمويل مجموعة من مبادرات ريادة الأعمال التي أطلقها شباب الإقليم، مما فتح أمامهم آفاقا جديدة للإبداع والعمل الذاتي، وساهم في خلق دينامية اقتصادية محلية تعتمد على الابتكار والاستدامة.
وبهذا التدخل شكلت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منصة حقيقية لصناعة التغيير وبناء مستقبل أفضل لأبناء طرفايا.